إنا لله وإنا إليه راجعون. الراجل ده مات موتة غريبة لكنها جميلة. ركز معايا كده شوف هيموت ازاي. الراجل اللي قدامكم ده اسمه شيخ عادل، بيفتح المسجد كل يوم ساعة صلاة الجمعة قبل الجمعة بشوية عشان الناس تيجي تصلي. فهو بيفتح الباب، وقف شوية كده وتحس ان هو في حاجة مش مظبوط، وبعدين اتحرك، حس ان هو دايخ ممكن يقع ولا حاجة. فراح قعد على الرصيف بتاع المسجد السلم، قعد شوية وبعدين بص كده ناحية اليمين، لقى ان في كولدير ميه. فقال يمكن يروح يغسل وشه، يمكن يفوق يكون مثلا حاسس ان هو هيغمى عليه ولا حاجه. وصل للكولدير وقبل ما يوصل بخطوات حصل له عدم اتزان وبدا يقع، مش عارف يقف، مش عارف، قام في الاخر وقع. وبعد ما وقع بيحاول وبينازع عادي، فاكر ان هو عادي ممكن يكون دايخ زي اي حد، هو مش متوقع ابدا ابدا ان هو هيموت، وفجاه مات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الراجل ده وهو جاي المسجد قبل ما يموت ب5 دقايق قبل ما يفتح باب المسجد، هو مش متوقع أبدا أبدا إن هو يموت أبدا. زي ما أنت كده أنت رايح شغلك مش متوقع إن أنت ده آخر مشوار هتروحه، وأنت جاي تسمع الفيديو دوت أنت مش متوقع إن ده آخر فيديو هتسمعه في حياتك. وأنت قايم تشرب السيجارة أنت مش متوقع إن أنت بعد السيجارة دي هتموت. وأنت خارجة مش متوقعة أبدا، انت في بالك ان انت هتروحي وترجعي وتنامي وتصحي وتكبري وتتجوزي وتخلفي. فجأة بيجي لك الموت يقطع لك كل الاماني وكل الامال اللي انت مخطط لها قدام. لسه قايل لكم من يومين وانا بدي الدرس، واحدة بعتت ورقة وبتقول ادعي البنت اختي ماتت وهي عندها 20 سنة بمرض القلب، وكانت بتحب الصلاة والصيام والاستغفار وكانت طائعة لله عز وجل. حسن خاتمة زي الراجل ده بالظبط. الراجل ده مات وهو صايم يوم الجمعة يؤمن من فتنة القبر، وكمان بيفتح باب المسجد عشان ييسر للناس العبادة ان هم يخشوا يصلوا في شهر فضيل الا وهو شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. تصوم تموت تخش الجنة، دي حسن خاتمة ان شاء الله. مش بعرض لك الفيديو ده عشان تقعد تمصمص في شفافك يا سبحان الله ما شاء الله حسن خاتمة، لا، انا بعرضه لك عشان انت وانا نتعظ. انا ما قلتلكش اقعد في المسجد وقف على نفسك باب المسجد واقعد عيط وصلي بس، لا، عيش حياتك، كل واشرب واشتغل بس بالحلال. ما ينفعش انت كمسلم عارف ان انت هتموت واما جنه واما نار وانت لسه مكمل في الشغلانه الحرام اللي بتشتغلها. كل قرش وكل جنيه هتتسال عليه يوم القيامه. كل واحد شايفني وسامعني دلوقتي وهو ما بيصليش، لحد امتى هتفضل ما بتصليش؟ لحد امتى هتفضل مكمل وانت مقطع في الصلاه؟ لحد امتى ان انت لسه ناوي بعد رمضان ترجع تاني تسيب المسجد وتصلي في بيتك ويمكن كمان تقطع في الصلاه وعشان رمضان جه فانت بتحافظ على الصلاه، وبعد رمضان ما يخلص خلاص كل سنه وانت طيب كده بتسيب المساجد؟ مين قال لك تعمل كده؟ واللي شايفاني وهي محجبه عشان رمضان، طب بعد رمضان هتقلعي حجابك؟ طب انت لابسه حجاب صح ولا حجاب محتاج حجاب تاني؟ طب وانت اللي بتدخن ومنعك عن التدخين ان انت صايم، واول ما تسمع الله اكبر لاذان المغرب بدل ما تروح تفطر على حاجه حلال بتفطر على الحاجه الحرام، تجري على السيجاره، لحد امتى هتفضل كده؟ وناوي بعد رمضان تكمل كمان وتدخن؟ يا ابني هو انت مش عارف ان انت هتموت؟ طب لما انت بتقول لي ايوه عارف ومتاكد ان انت هتموت، ليه مكمل في القرف ده؟ ليه مكمل في الشيشه والسجاير واكل الربا وسماع الاغاني والكذب والنميمه والغيبه والتقصير في الصلاه والشتم وقله الادب وسب الدين لحد امتى هتفضل تقطع ابوك وامك؟ ولحد امتى هتفضل تقطع رحمك؟ ولحد امتى هتفضل تعمل حاجات لا ترضي الله وانت عارف ان انت لازم هتتسأل بين يدي الله عز وجل؟ انت سمعتني قبل كده كلمتك عن الموت وسمعت فلان وعلان وعلان والشيخ الفلاني، طب لحد امتى هتفضل تسمع وما بتنفذش؟ لحد امتى؟ فوق لنفسك قبل ان ياتيك ملك الموت. والموت ما بيفرقش بين صغير وبين كبير. البنت لسه بقالها 3 ايام ميته وهي عندها 20 سنة وقلت لكم عليها، والراجل اهو مش عجوز ولا حاجة، راجل عادي يعني ما عندوش 90 سنة ومات برضه. والتاني اللي مات في الجيم وهو بيشيل حديد يعني ما فيش أقوى من كده ومات برضه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تكبر وتعلى وتعمل كل حاجة وتاخد كل حاجة في الدنيا، في الآخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. انتهز الفرصة واستغل الفرصة، احنا في رمضان وربنا ميسر لك العبادة ومقفل لك أبواب النيران ومفتح لك أبواب الجنة ومسلسل لك الشياطين علشان خاطر يعمر لك قلبك، وانت لسه مصمم بعد رمضان ترجع للمعاصي. ما هو ربنا مطلع على قلبك وشايف اللي في قلبك. تقول لي ربنا هيسامحني؟ ايوه هيسامحك ويعفو عنك ويغفر لك، لأنه هو بنفسه اللي قال كده قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومش بس كده، ده هيحول لك سيئاتك اللي انت عملتها دي كلها المتلتلة حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هتعمل ايه معاهم يا رب؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبعدها لك تاني فوق قبل أن يأتيك ملك الموت وحينها خلصانة. ادعو لأخونا صاحب الفيديو اللي مات بالرحمة والمغفرة، لعل الله عز وجل أن يسخر لك من يدعو لك بعد موتك، فالجزاء من جنس العمل. وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.